ليه كادبري لسه متمسكة باللون البيربل لحد دلوقتي وإيه قصة الموضوع ده؟ أنا منى مجدي ومعاكم النهاردة في بدأت إزاي على فود توداي. هنتكلم النهاردة عن كادبري بدأت إزاي. في سنة 1824 بدأت كادبري في مكان صغير في إنجلترا لبيع الكاكاو ومشروبات الشوكولاتة على إيد جون كادبري، وحقق المتجر مبيعات وأرباح كبيرة. بعدها ب7 سنين اشترى جون محل من 4 أدوار، ويكون ده أول مصنع للشركة ويبيع أكتر من 30 نوع من الكاكاو والشوكولاتة. ومن نجاح المصنع طلب جون من أخوه إنه يشاركه، واتعرفت الشركة بعدها باسم كادبري براذرز، وتصدر ملكة إنجلترا أمر ملكي للشركة، وده كان شيء كبير لأن كادبري هي الشركة المقربة من العيلة المالكة. ظهرت الملكة فيكتوريا وهي بتشرب مشروب الشوكولاتة، واللي اعتبره الأخين إعلان ليهم، وقرروا إنهم يغيروا لون الغلاف للون البيربل لأنه هو اللون المفضل للملكة. واستمر اللون معاهم لحد دلوقتي، لدرجة إنهم رفعوا قضايا عشان ياخدوا حقوق ملكية اللون، لكنهم خسروها كلها. واستمرت الشركة في النمو والتوسع في العالم كله، عشان دلوقتي تبقى تاني أكبر شركة في العالم لصناعة الشوكولاتة والحلويات. ودي كانت قصة كادبري. هنعرف في الحلقات اللي جاية تاريخ براند مختلف.